السلام عليكم. تنتمنى دائما تكونوا في احسن الاحوال. رجعت لكم بواحد التشكيله اللي راقيه وحصريه ان شاء الله على القناه بطريقه مميزه مختلفه على الكيك اللي تنشوفه على يوتيوب في هذه الايام. شي حاجه اللي مبتكره دائما وراقيه وغير مكلفه في نفس الوقت. بالنسبه للكيك ديال اليوم كيف تنقولوا شي حاجه طوب ديال الطوب. تنتمنى تسجلوا عندكم وتعتمدوه سواء في المناسبات والاعياد او في الايام العاديه. شي حاجه اللي مميزه جدا، وممكن تقسموا هذا الكيك ل 48 قطعه الى بغيتوا هكذا. غاتو صواغي اللي تقدموه في اعياد الميلاد بحال الشكل تيبان لكم والمناسبات. تنتمنى دائما ما تبخلوش عليا باللايك، خاصه في هذا الفيديو. يا ريت تشوفوه بزاف ديال الاخوات. اللايكات اللي غادي يجعلوا الفيديو يطلع. شكرا لكم. انضموا للقناه مع تفعيل الجرس. نخليكم على بركه الله مع المكونات. اول حاجه غادي ناخذ اقل من ربعه ديال الحليب. بالضبط هنا خدمت بر 220 مليلتر ديال الحليب، واحد الكاس وربع بقياس كاس العنبه. وخديت جوج علب ديال الشوكولات، هذا معروف اللي تيكون فيه الكراميل. غنخليكم الاسم في صندوق الوصف. جوج قطع كافيين. غادي نخلي هذا الحليب حتى يوصل درجات ديال الغليان، ومره مره غادي نحرك حتى يذوب لي داك الشكلاط في وسط الحليب. هنا رجعت باش نحضر الكيك. 3 ديال البيضات في حراره المطبخ، وساشي ديال الفانيليا فئه 7.5 غرام. هنا واحد 120 غرام ديال السكر. ممكن ديروا غير 100 غرام الا بغيتو تنقصوا شويه في الحلاوه، مع ان هذا الكيك تيجي محلوش، لان غادي نديروا ان شاء الله واحد الكاناش في الاخير اللي تيكسر ديك الحلاوه، تيجي رائع. قبيصه ديال الملحه، وغادي نطرب جيدا. من بعد غادي نضيف 80 مليلتر ديال زيت المائده، نصف كاس اللي استعملت، اي 80 مليلتر قياس الكاس اللي استعملت. غادي نخليه في صندوق الوصف. هو فيه 160 مليلتر وهو مملوء جيدا. ملاحظه بالنسبه لهذا الكيك، ممكن ديروا غير طراب يدوي او الكاس ديال العصير حتى هو تيخرج الكيك مزيان. بعد غادي نزول هذا الطراب الكهربائي، وغادي نخدم غير بالطراب يدوي. ضفت 120 مليلتر ديال الحليب كي شفتوا، ضفتو وخلطت جيدا. وهنا غادي نضيف كاس ديال الدقيق. الكاس الاول فيه 100 غرام والكاس الثاني فيه 50 غرام، اي المجموع 150 غرام. الا خصني غادي نزيد واحد المعلقه كبيره في الاخير. المهم تيبقى حسب الحجم ديال البيض. جوج خميره ديال الحلويات اللي غادي نستعمل، المجموع 16 غرام. دائما تنغرب المكونات. وهنا 3 ساشيات ديال الكاكاو، ما يعادل 21 غرام في المجموع. الكاكاو المر ممكن تعوضوهم بالكاكاو ديال العبار، ديروا 3 المعالق كبار. حاولوا تستعملوا داك الكاكاو اللي تيكون بني، ماشي داك اللي تيكون لونه اسود، لانه تيفرق شويه في الطعم. هنا رجعت الحليب اللي داب ليا فيه داك هذاك الشوكولات اللي درت، ضفت عليه معلقه صغيره ديال الكاكاو المر. من هاد الكميه هذه اللي بغيت ندير في الكيك غير خديتها باش نكسر ديك الحلاوه ديال داك الشوكولات. وغادي نحرك مزيان، وغادي نخلي هاد الحليب هذا في هاد الاناء حتى يبرد. ومن بعد غادي ندخلو للمجمد او الثلاجه حتى يبرد على خاطرو، لانني غادي نخدم به واحد الكريمه. تنظن الطريقه واضحه. خديت غير داك الحليب اللي داب فيه داك الشكلاط، وضفت ليه معلقه صغيره من الكاكاو اللي بغيت نستعمل نيت في الكيك. غربلت المكونات اي النواشف جيدا، وغادي نضيفهم مره واحده على خليط البيض. بالنسبه للطراب الكهربائي راه طربت غير واحد دقيقه او اقل. ممكن ديروا غير كاس العصير تنأكد، او الخلاط اليدوي. غادي نخلط جيدا. لازم هذا الكيك يكون خفيف ماشي بزاف، غادي يكون كريمي. هنا حسيت انه مازال غادي نستعمل واحد المعلقه دقيق وضفتها. ممكن ما ديروهاش، حسب دائما الحجم ديال البيض. الا استعملتوا البيض صغير شويه على اللي استعملت، ممكن ما ديروش هاد الملعقه كبيره ديال الدقيق. تقريبا المجموع عندي 180 غرام ديال الدقيق وثلاثه ساشيات ديال الكاكاو. هذا هو الخليط اللي بغيت نحصل عليه. بالنسبه للمول فالقطر ديالو 34 سنتيم على 24. ما شاء الله راه حجم كبير او عائلي. دهنته بالزبده. انا نسيت ما غبرتوش بالدقيق، لكن ماشي مشكل، تتوقع دائما تنسى بعض المرات الدقيق وما تيلصقش الكيك. نتوما حاولوا الا كان هكذا المول تيلصق تغبروا بالدقيق، الزبده والدقيق او زيت المائده والدقيق.
هنا درت الخليط وغادي ندخلو للفرن اللي شعلت حتى كنت ندهن المول عاد شعلته على 160 درجه من التحت والفوق. دائما الا بغيتو الكيك ما يجيكمش منفوخ من شي بلاصه ويجي مستوي هكذا، حاولوا تشعلوا الفرن الكهربائي من الفوق والتحت، خاد 20 دقيقه فقط. هنا من بعد ما خرجته من الفران خليته يبرد واحد 5 حتى 8 ديال الدقائق، عاد سقيته عفوا بواحد كاس الا ربع ديال الحليب، ما يعادل 120 ملل ديال الحليب عادي من الثلاجه، وخليته يتشرب جيدا. ومن بعد حطيته في الثلاجه يبرد. هنا رجعت للحليب اللي برد ليا مع الشوكولاته، تنظن الطريقه واضحه. خليته يبرد مزيان باش نطربو مع هاد الكريمه. هنا خديت غير البودره ديال الشونتيي 120 غرام او 100 غرام، المهم راه القياس كاين في العلبه. المهم واحد الكاس ديال العنبه، الا خديتوها ديال العبار خذوا كاس ديال العنبه ديال بودره الكريم شونتي. غادي نطرب الكل جيدا. هاد الكريمه تتجي رائعه، وبهذاك المعلقه صغيره ديال الكاكاو تيكسر ديك الحلاوه ديال الشوكولات، راه ما تيجيش هاد الكيك حلو بزاف. تنطرب حتى تتعقد الكريمه مزيان. بالنسبه لي غادي يقول لي هضرتي بزاف تنشرح بزاف، ما يمكنش ما نشرحش الخطوات. شوفوا معايا الكريمه تتجي عاقده. من بعد الكيك ما برد جيدا، اما تخليوه في الثلاجه حتى يبرد هكذا واحد الساعه، او ديروه في المجمد واحد 25 دقيقه وتيوجد تيبرد باش نحطوا الكريمه وما تسيحش. غادي نسرح الكريمه جيدا. الكيك راه تيجي رائع خفيف وتيجي مسقي بداك الحليب، غير ما تسقيوه هو يلاه تخرجوا من الفران راه غادي يجي مدقس وغادي يفسك بزاف. خليه واحد ياخد حراره شويه ديال المطبخ حتى 8 دقائق هكذا عاد سقيوه. غادي نيطالي هذيك الكريمه مزيان على الوجه وصافي. غادي نخليها غير في الثلاجه الوقت فاش غادي نحضر واحد الطبقه ديال الكراش، لان الكريمه بارده. حطوها اما في الثلاجه اما في الفريغو اي المجمد حتى نكملوا الطبقه الثالثه. هنا خديت 200 ملل ديال الكريمه السائله، اي نوع بغيتو خدموا به. المهم واحد القياس ديال كاس العنبه ديال الكريمه 200 ملل. وغادي ناخذ 180 غرام ديال الشوكولات. هذه خطوه اللي ضروريه. خذوا شوكولات نوع جيد. هنا عندي نوع ممتاز غني بالكاكاو، على الاقل خذوا 50% للفوق ديال الكاكاو المر. اما ديروا شوكولات بالحليب او ديروا شوكولات هكذا اسود. هنا 180 غرام ديال الشوكولات مع 200 ملل ديال الكريمه السائله. هاد الكريمه السائله درتها في هاد الكاسرونه ودرتها فوق النار حتى وصلت لدرجه ديال الغليان، حتى قربت تفيض بحال الشكل ديال الحليب. من بعد طفيت النار وجبتها ودرت فيها هاد الشوكولات. حرك الشوكولات في الاول غير بشويه وخليتها واحد 2 دقائق حتى تيسخن داك الشوكولات، ومن بعد تنرجع تنحرك في الاول غير بشويه وفي التالي تنبدا نحرك بسرعه حتى تنحصل على غاناش اللي ممتاز في الذوق ديالو كذلك لامع في المنظر. صافي غادي نخليه تقريبا واحد 6 ديال الدقائق او 8 في حراره المطبخ حتى غير تيتكسر هكذا شويه، ما تيبقاش سخون بزاف باش ما يخسرش ليا الكريمه. وتنديرو فوق الكيك كطبقه ثالثه تتجي هائله. وبالنسبه للشوكولاط المور دائما راه ما تيكونش حلو لانه ممتاز وغني بالكاكاو. الشوكولاط العادي اللي تيكون حلو هذا تيكون زوين في المذاق وتيكون في القياس. غادي نديرو كطبقه ثالثه وغادي ندير غير هكذا المول، غادي نحركو حتى تغطى ليه هذيك الطبقه الثالثه كاملها. وصافي هذا هو الكيك ديالنا بثلاثه ديال الطبقات، تيجي رائع في المذاق. الكيك اعتمدوه بعينكم مغمضين. وبالنسبه للمول ديروا اي مول عندكم سواء ديال الانوكس او فاش طيبوا، الا ما توفرتوش على مول ديال الزاج. دخلته اما دخلوه المجمد 15 دقيقه وتيكون واجد، او حطوه في الثلاجه الا عندكم الوقت حتى يبات او ساعه اللي عجبكم. ومن بعد قطعوه على الطريقه اللي بغيتو. راه ممكن تقطعوا على 12 قطعه او 24 قطعه كيف غادي تشوفوا معايا، او حتى 48 قطعه الا بغيتو هكذا دي غاتو صواغي تيجيو رائعين. ديروهم هكذا في واحد الورق ديال التقديم. بالنسبه للمذاق ما تشبعوش منه. تنتمنى صراحه تجربوا هذا الكيك. المكونات ديالو ولو يبان لكم فيها مراحل راه ماشي بزاف، لان المذاق مميز جدا.
شوفوا معايا القوام ديال الكريمه مع الكيك مع ديك الطبقه ديال الكناش، شي حاجه اللي هائله. وبحال لا خديتو هاد الكيك من الباتيسري اللي كانوا عندكم اكيد غادي يحير في المذاق ديالو، وغادي يطلب من عندكم المكونات. تنتمنى دائما تشجعوني، ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم. بغيت هذا الفيديو هذا يطلع لان اللايكات هما اللي غادي يطلعوه في صفحات البحث. وتنشرح من القلب ربي اللي شاهد جربوا الوصفات ودعموا القناه ديالكم. تنتمنى لكم دائما اوقات ممتعه، وشوفوا معايا نهايه الفيديو، راه ممكن تقطعوه القطع كثيره من الكيك ما شاء الله. تنتمنى لكم دائما الصحه والهنا. شكرا لكم، السلام عليكم.